اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي ويا سيدي ويا شفيع يا رسول الله. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وتكونوا احسن حال يا رب، وتكونوا بسعادة الدنيا كلها بين ايديكم وتحت رجليكم، اللهم امين يا رب العالمين. اتمنى حبايبي قلبي لو اول مرة تشرفوني في قناتي تشتركي معايا في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد فيديوهاتي. حطولي بقى لايك للفيديو وهستنى تعليقاتكم الجميله حبايب قلبي ان شاء الله باذن الله. الفيديو بتاعنا النهارده جديد وحلو قوي، هيعجبكم جدا. طبعا انتوا بتحبوا الروتين وانا عرفت انتوا بتحبوا فيديوهات الروتين، فقلت ايه ما اعملها، مع انها صراحه يعني بتجيب قطمه الوسط وبتتعب وبتبقى ارهاق كتير جدا، والمونتاج بتاعها بقى صعب جدا. يعني عايزه اقول لكم عشان اعمل لكم روتين، يعني ممكن اعمل الروتين ده اسجل الروتين في الفيديو يعني في الموبايل، ممكن يقعد ساعتين 3 4، وتيجي تمنتجي بصي يعني ما جابش 20 دقيقة، 3 4 ساعات 20 دقيقة. الروتين بتاعنا قوي جدا النهارده، تنظيف، طبخ، كل حاجة مرمطة من الاول للاخر، مش هنسيب حاجة خالص. ما شاء الله حماد شد حيلها عليا، وعايزة اقول لكم انا تعبانة بس جدا جدا الفترة دي. عايزة بس الدعاء منكم حبايب قلبي، الدعاء 40 غريب مستجاب، اتمنى منكم الدعاء، ربنا يشفيني ويعافيني يا رب. انا والله بمنتج الفيديو وانا تعبانه جدا جدا جدا، بس حابه يعني اشوفكم واشوف تعليقاتكم وحابه اتواصل معاكم يعني، وحشتوني جدا جدا. بقى هعمل ايه؟ جيت على نفسي وقعدت امنتج الفيديو والله وانا تعبانه. بصوا بقى جايبه لكم، اقول لكم هنعمل محشي النهارده. الحبايه اللي خدتها دي باخدها قبل الفطار توميكسي، عشان انا ايه تقدر تقولي بقى وزني زاد شويه، ولما وزني بيزيد كيلو الدكتور بيقول لي كيلو بيبقى 3 كيلو بالنسبه لي، لان عندي مشكله في العظم، عنده خشونة درجة تالتة، وعندي شوكة عصبية، وعندي غضروفين في ظهري، وكمان خشونة داخلة على رقبتي. فأي كيلو بزيده بيقول لي كيلو ضربيه في 2، يعني الكيلو ب2 أو 3 كيلو وزن بيبقى تقل على الوزن. فتعبت جدا لما وزني زاد. عايزه اقول لكم وزني ما كملش يعني 5 كيلو زاد، بس عايزه اقول لكم ال5 كيلو دمروني جدا، غير كمان التعب والشغل اللي انا فيه. انا عايزه اقول لكم ان انا مش يعني انا الانثى الوحيده اللي في العيله يعتبر، بمعنى انا حماتي ما عندهاش بنات، فانا طبعا اللي بعين بيها وايديها ورجليها. كمان حماية معهوش بنات عايشين معاه في المحافظة، وكمان يعني هو يعتبر أرمل، يعني هي حماتي عايشة وكل حاجة، بس ده يعني هي منفصلة عنه. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، فهو معهوش برضو بنات. فأنا البنت اللي يعني مرات الابن اللي قاعدة معاه في المحافظة، وطبعا حالته الصحية يعني بترف رجلين الاتنين، فطبعا عايز رعاية رهيبة. عايزه اقول كمان امي معهاش بنات في نفس المحافظه. تقول انت ايه الكلام ده كله ازاي يعني؟ والله ده اللي حصل، يعني حماتي معهاش بنات وانا ايديها ورجليها، حمايه بناته مش موجودين في نفس المحافظه، وهو ابنه الكبير اللي موجود، فانا مراته، فدي تعتبر انا يعني برضو ايه ايديه ورجليه، غير جوزي برضو. اللهم صل على النبي. امي معهاش بنات، البنات يعني معايا اختين ربنا يخليهم لي ويبارك لي فيهم يا رب، يديهم الصحه والعافيه يخليهم لاولادهم، بس مش في نفس المحافظة. فأنا برضو ايد أم ورجليها، لأن هي برضو مريضة عظم وكده، فبرضو بقى يعني ما اقدرش يعني اسيبها وتعبانة وكده، فانا برضو اعتبر ايديها ورجليها. وعايزه اقول لكم بقى غير بيتي وولادي والكلام ده كله، ومعايا كان معايا رابعه ابتدائي، عايزه اقول لكم كان كارثه والله مدمراني، جري هنا وجري هنا ومذاكره، ويعني بتنهدي بقى مع العيل ومرعوبة امتحانات وخايفة وضغط وكده. فعايزة اقول لكم الدنيا مدربكة جدا جدا، الحاجات دي كلها ضغطت عليا نفسيا وجسمانيا. انا الحالة الصحية تحت الصفر. عايزة اقول لكم انا يعني دلوقتي ظهري جاي لي تمزق في ظهري،
طبعا يعني شغلي مش قليل، الشغل كتير جدا جدا عليا، يعني حاسه ان لو كان معايا 4 رجلين و4 ايدين برضو ما كنتش قدرت يعني اشتغل الشغل ده كله. بس هي قدرة من عند ربنا، وربنا يعني يديني الصحة يا رب. كل طلبات من ربنا بس ان هو يعيني انا فيه، والحمد والشكر ليك يا رب على اللي الواحد فيه. بس يعني انا لما اكون ما شاء الله يعني حماية وحماتي ووالدتي وبيتي وولادي، شغل بره وشغل جوه، يعني يعني الواحد يعني بيبقى طاقة، فالواحد ما بيقدرش يقول لا لحد، لان ده واجب على الواحد وكده، وما اقدرش يعني يأثر مع حد، عشان ربنا برضه يعني يحفظ لي ولادي ويحفظ لي بيتي وكده. فعايزه اقول لكم يعني انا كل اللي محتاجاه والله يعني ان دعواتكم معايا، بس ربنا يعيني ويديني الصحه. لان عندي الام رهيبه، الام يعني عايزه اقول لكم ما حدش، ربنا يعافيكم يا رب ما تشوفوهاش. الام يعني صعبه جدا جدا في ظهري، لدرجه ان انا مش بقدرش اقعد 10 دقايق على ظهري ان انا اكل مثلا على السفره وكده. ما بقى يعني ممكن اخد اكل واقوم واخده بعض واقفه كده على رخامه في المطبخ عشان اكل. عايزه اقول لكم رجليا بقيتش قادره اطلع السلالم حتى لو دور واحد. المجهود اللي بذلته الفتره الاخيره سواء في البيت او على القناه، يعني انا لو لاحظتوا انا ما بنزلش فيديوهات كتير، فجيت في فتره كده يعني بقيت انزل. ده بقى جيت على نفسي جدا جدا، ان انا اصور فيديو وامنتج فيديو. انت عشان تمنتج الفيديو ال3-4 ساعات ده بتاخد يوم كامل، وطبعا يوم كامل ده انت مش ملكك، بيبقى حواليك ناس انت ملكهم، وبقى عايزين متطلبات ومسؤوليات مسؤولة منهم، ويعني هو انت هما مسؤول منك. فانت كونك بتمنتجي فيديو فبتطبقي بقى، بتاخدي بقى في السهرة بقى، تاخدي شغلك بقى، انت خلاص بيتك وجوزك وحماتك الحاجات دي كلها طول النهار والليل. تبدأي من الساعة 1 كده ولا حاجة، تبدأي تشوفي لو عايزة تعملي حاجة تمنتجي ولا حاجة تبدأي وطبعا عشان ياخد 4-5 ساعات في المنتجة، فطبعا تسهري لحد الصبح، وتيجي الصبح تلاقي نفسك يا دوب يعني تبدأي تنامي الساعة 8 الصبح وتصحي قبل الظهر. يعني كل بتنامي 4-5 ساعات، فتلاقي جسمك خلاص مرة ورا مرة ورا مرة ورا مرة، دي بقت عادة خلاص عشان تعرفي تعملي فيديو وتنزليه لجمهورك وما تأثريش، وتحسي ان هو يعني زي ما بيقولوا تبقى موجودة على الساحة وكده، وما ينفعش انك تنزلي كل فترة بعيدة، فبتيجي على نفسك. بس بتلاقي نفسك خلاص يعني رصيد الصحة خلصت من عندك، وخلاص الصحة اتدمرت، يعني سهر وكل يوم وعلى مدى فترة طويلة. فانا كل اللي محتاجة منكم بجد يعني تقدروا التعب بتاع الواحد ده. الواحد والله هتقول طب وانت ايه اللي غصبك؟ رخامة بقى منا، تعمل لي ايه؟ معلش بقى يعني طموحاتي جاية كده، يعني عايزة احس ان في حاجة ليا خاصة، يعني كله عمال يعني ياخد مني اللي هو يعني اللي مثلا مسؤولياتي من ناحيته. فانا عايزه احس ان انا ليا حاجه خاصه بيا، حاجه مسؤوله مني خاصه خالص كده. حاجه يعني انا حباها يعني على جنب كده، غير شغل البيت، غير المسؤوليات العاديه بتاعتنا، غير ده غير ده غير ده. فدي حاجه كده ربنا بعتها لي. انا عايزه اقول كل ما اقول هقفل القناه وما اقعدش اعمل فيديو ولا حاجه، سبحان الله الاقي يعني حاجه كده جايالي كده طموحات. يعني انا اقول يعني اللي عاملين قنوات دول باحسن مني في ايه، وعندهم يعني قدره وعندهم طاقه احسن مني، ولا عندهم يعني يجيلي بقى ايه روح التحدي بقى، يعني ازاي يعني انا ما اعرفش اعمل زيهم؟ ازاي هما ليهم 4 رجول وانا ليا رجلين بس؟ فقلت لا، يعني انا كل اللي محتاجاه بجد ان انتوا تقدروا التعب ده بجد. اي حد عامل قناه هو عارف كلام دوت بمعناه ايه، واللي مش عامل قناه يجرب بس يعمل بس فيديو واحد كده ويشوف الفيديو عشان يصوره بس، ويظبط الدنيا عشان يصور تصويره يعني فيديو مناسب كده، وحاجه كده تشرف القناه بتاعتك وتشرفك قدام جمهورك، وكمان عشان تمنتجيه، وكمان عشان تسجلي صوت وتقصقصي في الفيديو. جرب بس فيديو واحد بس لو اللي مش عامل قناه، عشان يشوف قد ايه يعني الفيديو الواحد بتاع فيه، وانك انت بتدوس لايك بس. لايك ما بياخدش منك سنت ثانيه يعني. اللايك ده بيفرق معانا جدا، لان اللايك ده بيرفع الفيديو بيعديه، فكون انتوا تبخلوا في اللايك فبجد يعني ده ربنا يعني برضو يزعل والله بجد، لان الشخص ده ما قدرش. فبقول لك يكون الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. فبجد لما انت ما تكونش في عون عبدك صدقني ربنا يزعل منك جدا، لان العبد دوت ما قصرش، يعني حب يوصل لك معلومه، حب يديك حافز لانك تعمل حاجه، تبقى نشيط، حب ان يديكي طبخه حلوه، فكره حلوه، وصفه حلوه. يعني انت يعني على ادنى استفاده من الفيديو. فاقل واجب يعني تبقى لايك بس، حتى يعني لايك تعليق يعني
يفرحني كده، يعني اي حد يفرح حد والله العظيم ربنا يفرحه بجد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا حبيت اقول الكلمتين دول، انتوا بقى ايه تشوفوا الفيديو براحتكم. في ناس هتقول انت حاطه حصيله ليه؟ بص اقول لك على حاجه، انا ما عنديش سجاده، انا عندي حافظات بس، وكون الحافظه بتتحط كده من غير حاجه تحتها. نصيحه مني، لا الحافظه لازم تتحط تحتها يا اما حصيره يا اما بطانيه قديمه يا اما سجاده قديمه. ليه؟ لانك انت لو حطيت الحافظه على السيراميك بس على طول هتبقي رايحه جايه، بصي يعني ممكن تعمل لكم اصابات وتعمل لكم مشاكل. حد ابنك صغير يجري، انت ماشيه مش واخده بالك تقومي متزحلقه، لا فملهاش اي لازمه. وكمان هتقعد كل شويه يعني عامله ترهلات كده في الحافظه، مش ثابته نفسها كده ومتساويه. فانت بتقومي عامله بقى ايه، حاطه تحت الحافظه حصيره سجاده قديمه، بطانيه بيت قديمه، فبتلاقي الحافظه بقى ماسكه ان شاء الله كده شاده نفسها كده وثابته وجميله جدا. فانا حاطه الحصيره دي بقى عشان كنت حاطه الحافظه وكده فغسلتها، فتقدر تقولي طنشت احط الحافظه تاني، قلت كده كده الجو حر فمش مستاهله. وخليها كده احسن، لسه بقى مغسوله مش عايزه اغسلها تاني بقى، خليها للشتاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا على سيدنا محمد يا جماعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعد القطرات المية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعد خلقك. عايزه اقول لكم الروتينات دي مش سهله والله، بس ان انا اصورها لا. بصوا شغل البيت ده موجود على طول، انت كده كده بتنضفي وبتمسحي وبتكنسي وبتشقلصي كده من فوق لتحت كده، ويعني بتخبطي راسك كده 24 ساعه. بس كونك انت تسجلي بتبقى صعبه جدا، لانك انت بقى يعني الحاجه اللي هتاخد منك ساعتين انت هتسجليها وتعمليها فيديو ممكن تاخد لك 4-6 ساعات عشان تمسكي الستاند وتحوليه يمين وتحوليه شمال وتجيبيه فوق وتجيبيه تحت، والكلام ده كله بياخد من الوقت الشغل بتاعك يعني، فمش سهله والله. هتقولي انت رغيت كتير، هقولك معلش لو شايفاني رغايه ممكن تطلعي من الفيديو وما فيش اي مشكله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا ما برغيش ولا حاجه، انا بتكلم بس بفضفض، انا بفضفض اكنك قاعده مع واحده صاحبتك وبتفضفضي معاها، يعني عادي. انت لو قاعده مع صاحبتك وتفضفضي معاها ممكن تقعدي معاها نص يوم الكلام ياخدكم، فانا مش ما كملتش 20 دقيقه فضفضه، فمش كتير يعني ولا حاجه، وما قلتش حاجه غلط والحمد لله. يعني بقول كلام كده يعني لغير يستفيد بيه، ويعني مثلا يبقى حافز لغير ان هو ما يأسي لو في شغل في البيت، او مثلا عايشه في بيت عيله او عندها التزامات كتيره او مسؤولياتها كتيره، او اللي حواليها كلهم يعني معتمدين عليها هي، فما تيأسيش وربنا معاك وربنا يعينك وربنا يديك الصحه. وان شاء الله ربنا يديك على قد نيتك وعلى تعبك في ولادك وفي بيتك وفي صحتك. فانا بوصل رساله يعني عن طريق كده غير مباشر، بس اللي يفهم بقى ولا يستفيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيب قلبي. عايزه اقول لكم بس انتوا بجد وحشتوني وحشتوني وحشتوني. انا بقالي فتره بعمل فيديوهات الروتين من غير اسجل صوت. بحس ان انا مش عارفه يعني، حاسه ان انا مش محبوبه ان انا اسجل، مش تريحني ومش عارفه. حسيت ان انا لا اخليها كده، يعني هما كذا حاجه ببعض مش حاجه واحده بس يعني، عشان ابقى صريحه معاكم. اول حاجه ان انا يعني عشان اسجل صوت ده بياخد مني وقت طويل جدا، ممكن اقعد اشيل اللي انا سجلته ما يعجبنيش وارجع اسجله تاني. يعني ممكن عشان اسجل صوت بس ممكن اقعد 4 ساعات، يعني غير ما اقص الفيديو. بقول لكم بياخد يعني ليله بحالها، يعني ممكن من الساعه 12 واحد، انا دلوقتي بسجله تقريبا الساعه 12 اهي، ممكن اقعد اسجل لحد الساعه 4 الفجر، اصلي الفجر بقى وابدا بقى اروح لسه انام اهو. غير بقى ما بتعملي فيديو بتظبطيه وبتعملي اضافات وحاجات من دي. يعني لما تيجي تنزلي ممكن فيديو تمنتجيه في يوم وتسجليه في صوت في يوم وتقصصيه في يوم وتنزليه في يوم، يعني ممكن فيديو ياخد له اسبوع. فتلاقيني انا عشان كده بقى صراحه بقوم عامله يعني نص اللي عمله كله اضعف الايمان. انا باخد الفيديو يعني اقول اقصقصه وانزله، لاني عشان انزل فيديو عايزه انزل فيديو، فانا بالي طويله شويه او وقت مش مسعفني ان انا اسجل او اكمل المونتاج لحد الاخر يبقى صوت وكله، فبقوم منزلاه صراحه من غير صوت. وكمان عشان اريح الناس من صوتي، يمكن يكونوا متضايقين ولا حاجه ما بيعملوش لايك مش متفاعلين معايا، فبقوم انا عامله بقى الفيديو من غير صوت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا على فكره الفيديو بسرعه عشان برضو مطولش عليكم، جايبه لكم الحاجات المهمه كلها. ده يوم تنظيف بس، يوم تنظيف من على الوش. بمعنى ايه على الوش؟ يعني لا شلت سجاد ولا شلت حافظات ولا شلت اي حاجه. ما هو انت مش كل ما تيجي تنظفي هتشيل، لا في اوقات بتبقى الحته يعني عايزه يعني
رشه بس كده، او معنى صح يعني ايه تنظيفه كده من على الوش. وفي اوقات بيبقى خلاص الدنيا يعني متطينه بطين، فعايزه بقى ايه انك تشيلي وتدعكي وتعملي. فالحمد لله ده روتين يعني على خفيف، ده اسمه روتين على خفيف. اما الروتين على تقيل بقى تدعكي بقى سيراميك ودعكي مطبخ ودنيا وهيصه. بس انا اقول لكم الروتين ده بيبقى فيه يعني انت مش بتنضفي بس، لا انت بتطبخي. يعني عملت لهم بقى صينيه بطاطس بالفراخ، عايزه اقول لكم بالدبابيس مش بالفراخ، بالدبابيس. اقسم بالله تحفه تحفه تحفه، هتاكلوا صوابعكم وراها يعني. دي اوضه النوم بقى بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، يعني اللي بيخلع ما شاء الله بيسيب ويرمي. ما في ست الكل هتشيل وتعمل، ما فيش مشكله عادي، يلا احنا مستحملين عادي. عايزه اقول لكم المخده دي انا قلبتها على وشها ما غيرتهاش ليه، عشان في ناس كتيره تقول بص انا بعمل وش المخده ده النهارده والوش تاني بكره واليوم التاني بقوم مغيراها خالص. تمام. طبعا الجو بالليل بيسقع، فحته لسه حاطه بطانيه عشان لو حد سال ولا حاجه هو بريحه من السؤال. فحاطه بطانيه. زي ما قلت لكم بقى بصوا كنسه، يعني هي كنسه بس ما شلتش ولا عملت اي حاجه. يعني طبعا عملت قبل كده فيديوهات بشيل واحط، فكله كنسه كنسه كده وشيل التراب وخلاص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللي وصل لحد كده يا جماعه لايك بعد اذن حضراتكم. لا فضلا وليس امرا، انا كل اللي عايزاه بس تقديرا. وجزاكم الله خيرا، يجعله كده في ميزان حضراتكم انتوا باذن الله. تسريحه برضو انا مش هشيل منها حاجه، انا بس هشيل التراب اللي عليها وخلاص، لان هي اصلا لسه منضفاها قريب. التسريحه ده عايزه اقول لكم ان انا بعملها كذا كذا حاجه. ممكن احط فيه مره، لو انتوا لاحظتوا في فيديو من الفيديوهات بحط كده خشبه كده حلوه كده، بحطها سايباها التسريحه، وبحط على المفرش عشان تبقى ايه متساويه بعضها. وفي اوقات بقوم شايل الخشبه عشان تبقى طالعه كده زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعد خلقك احنا كده قربنا نخلص الفيديو على فكره. الشقه من جوه خلصت. اطلع بقى على المدخل. عايزه اقول لكم المدخل ده يعني بقى هو اللي بيجيب لك الهاموش والناموس والدبين، فلازم تهتمي بيه جدا. لو مش هتنضفي النهارده الشقه من جوه لازم المدخل ده يتكنس ويتمسح بالشرشوبه حتى كده من على الوش، لان الكنسه والمسحه بتاعت المدخل دي صدقني بتهددك الدنيا خالص. ان بتيجي تفتحي باب الشقه بتلاقي الدبان جالك ما تعرفيش جالك منين، او بيجيلك من قدام باب الشقه، لان مثلا عندك سطح عندك مدخل عندك الحاجات دي كلها كله بيرد على بعضه. فانت كل يوم اللي قدام باب الشقه ده لازم تتكنس ويتمسح بالشرشوبه كده على خفيف، هتلاقي الدبان خف جدا عندك على فكره. الله، شوف بقى معلومات بتبقى تنفع ازاي، ممكن تحسها ايه معلومه صغيره جدا بس يعني تنفع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعد خلقك اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض يوم العرض عليك. بجد انا تعبانه والله، يعني عايزه اقول لكم يعني ما وصفكوش التعب اللي عندي. لدرجه ان انا يعني دورت على حد اللي هو بيرد العمود الفقري كده، وناس كتير قالوا لي في السويس روحي. فان شاء الله باذن الله برضو لما اروح هقول لكم برضو، وممكن اصور لكم هناك. فاجي ادعوا بس يكون بالشفاء، ان بجد انا كده جبت اخر خالص. هتشوف الطبق الاناك ده هتلاقي فيه ميه زرقاء. يعني امي لما لقيت تعبانه كده بقالي فتره ومش طبيعيه قالت لي يا بنتي اغسلي امسحي الشقه بميه وزهره وحبه ملح وشبه. كان عندي بقى زهره والشبه وملح صراحه كان الحمد لله كنا عندي من اي محل كنا فاتحين محل عطاره، يعني اللي متابعيني وعارفين وقفلناه. فشويه الحاجات دي ركنتها عندي وكده. زهرة، بص بقى زهرة وملح وشبة. ممكن من غير ملح، ممكن زهرة ومية وشبة بس عادي. انا ما كانش عندي، لا كان عندي الملح بس كان مش فاكرة تقريبا ما كانش فيه الشبة تقريبا. شبة وزهرة وملح ومية. ممكن تستغنى عن الشبة لو مش موجودة عادي مفيش مشكلة. زهرة ومية بس، ممكن تبقى مية وملح بس خليكي في الزهرة. الزهرة جميلة على فكرة، حلوة قوي. هتلاقي البتاع اللي هي بتاعت الرز ديت اللي هي شياطة الرز دي، الصاجة بتاعت الرز. كنت قالت لي برضو حط فحماية كده وبخرب بحبة البركة. بخرت والله بحبة البركة. عايزة اقول لكم كنت حاسة بهدوء نفسي جميل جدا 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 فعلا. قالك اللي بتبخر بحبة البركة بتحسي يعني ايه براحة نفسية. فعلا حسيتها والله بجد. انا مش من النوع اللي بقتنع باي حاجة صراحة، يعني انا بس بقول لك الحوجة يعني مرة. فلما لقيت نفسي فعلا قلت الواحد بقى بيستنجد بيا الشاي، ما كنتش بحب الحاجات دي ولا اقتنع بيها ولا اعملها، بس التعب والمرض اللي خلى الواحد يعني يعمل اي حاجه. مسموعين بقى شطبنا كله، طبخنا واكلنا وشطبنا. اشوفكم على خير فيديو جديد. لايكاتكم لايكاتكم لايكاتكم، شير الفيديو لكل اصحابكم، ومع السلامه حبايب قلبي. وحشوني جدا الفيديو الجاي.